الفنانة لقاء سويدان من مواليد القاهرة في 5 أغسطس عام 1972. عشقت لقاء الفن منذ الطفولة، واكتشف موهبتها وهي طفلة المخرج الكبير يحيى العلمي، فقدمها في المسلسل الشهير هو وهي، فوقفت لأول مرة أمام الكاميرا بجانب العملاقين سعاد حسني وأحمد زكي. بداية رحلتها كفنانة محترفة كانت عام 1990، حيث شاركت في المسلسل الكوميدي مطلوب عروسة، ثم انطلقت في مشوارها لتقدم العشرات من الشخصيات في أعمال ناجحة. لعبت لقاء سويدان ببراعة شخصيات البنت الرومانسية والسيدة المتسلطة وابنة الطبقة الراقية، كما قدمت الفلاحة والصعيدية وابنة الحارة الشعبية، وقدمت أيضا الأعمال الغنائية الاستعراضية لتنفذ إلى وجدان الجماهير وتصبح من أهم نجمات جيلها على الساحة الفنية. من أهم أعمال الفنانة لقاء سويدان نقطة ضعف، القاصرات، الخفافيش، قاتل بلا أجر، رجل غني فقير جدا، امرأة من الصعيد الجواني، أوبرا عايدة، والعطار والسبع بنات. بلغت أعمال الفنانة لقاء سويدان 111 عملا، حصلت من خلالهم على الكثير من الجوائز والتكريمات، كما كتبت اسمها بحروف من نور في قائمة أهم النجمات الموهوبات عبر تاريخ الفن المصري العريق. منورانا ومشرفانا في استوديو نايل دراما واستوديو مساء الفن نجمة جميلة، وهي بنت من بنات التلفزيون. بدأت الرحلة من زمان قوي وكانت لسه يعني كده صغيرة جدا. الجمهور شافها وتعود عليها وتعود على براءتها اللي كانت جميلة وموجودة على الشاشة وما زالت، وشوفنا بقى مراحل التطور والنضج والخبرة، أدوار كتيرة وأدوار متنوعة، تغيير في كل دور بتقدمه، حتى لما بتغير لون شعرها بس بنشوف فيه تغيير. الفنانة الجميلة المتألقة الجريئة الصريحة الطيوبة اللي قلبها على لسانها، كل ده احنا بنشوفه معاها. يعني كمان بره الشاشة، على الشاشة دايما الفنان الصادق بيكون باين بشكل كبير، كمان لما بتعمل معاه اي حوار بتحس بصدقه وبتحس بعفويته، وده بيقربه للناس بشكل كبير جدا، زي ما نجمتنا الجميلة لقاء سويدان محبوبة وقريبة من كل الجمهور. انا بشكرك جدا بجد على المقدمة الحلوة قوي قوي دي، وعلى الفيديو الجميل اللي انتوا عرضتوه، ذكرني باعمال قديمه قوي. واهم من ده كله ان انا النهارده في ماسبيرو، المبنى اللي انا اتربيت فيه، اللي كل طرقه فيه ليا فيها ذكريات، في الاذاعه وفي قنوات النيل المتخصصه وقناه نيل لدراما اللي انا بحبها قوي قريبه لقلبي. يعني يمكن اول ما دخلت الاستوديو قلت لكم انا شميت ريحه ماسبيرو. فانا حقيقي سعيده جدا برجوع ماسبيرو تاني، وسعيده برجوع النيل للدراما تاني، وسعيده ببرنامج تاني، لانه مساء الفن وكمان برنامج مسلسلاتي كانوا من اجمل الحاجات. احنا كنا فنانين لما حد يبعت لنا في البرنامج ده بننبسط قوي، ايه ده احنا متشافين وبتاع، وهيطلبونا بقى في النيل الدراما. فيا رب باذن الله تبقى عوده قويه لماسبيرو، لان ماسبيرو هو الاساس في كل حاجة، في التمثيل وفي الإخراج. ويمكن معظم اللي شغالين في كل حتة دلوقتي في العديد من القنوات خريجي ماسبيرو أو من ولاد ماسبيرو، وأنا منهم وليا الفخر يعني. الأول نقول لك كل سنة وأنت طيبة، عيد ميلاد لقاء 5 أغسطس، يعني من حوالي 3 أسابيع. 74 أقصد؟ ما أنا 74 يا جماعة. في الناريشن اتقال 72 لكن هو 74. ويكيبيديا مش عارفة جايبين. جمانة بنتك هي اللي قالت. لا أنا بطلع أقول أصل أنا لو ما غش مثلا مش هغش في سنتين، أضرب 5 6 مثلا. إنما أنا أكتر فنانة أصلا بطلع أقول أنا سني كام لسبب، لأنه أنا بادئة بمسلسلات مترخه ومعروف تواريخها ايه من وانا صغيره. بالظبط، هي واجمل الزهور قبلها، برلمان الصغير وارشيف الاطفال يعني، واجمل الزهور كلها كل جيلي اتربى معايا، فعارفين تقريبا انا سني ايه.
فانا مواليد 74 5 8 74. كل سنه وانت طيبه. انت طيب. العمر وعيد ميلاد كله. جميل اللي عملته جمانه الحمد لله. قلبت الرقم من 15 ل 51. الحمد لله رب العالمين. عملت ايه معاها لما قلبت الرقم؟ لا طبعا انا مبسوطه، انا اصلا هو ده احنا عاملينه كده، هو الفيديو ده ترند اصلا بره مصر. اتشاف بشكل حلو. فهم قالوا لي هنعمله كده وبعدين هيتعمل، فقلت لهم لا جمانه اللي تعمله. بس طلع والله لذيذ، والناس طلعوه ترند فجاه، يعني ان انا بقول سني وان انا يعني متصالحه مع نفسي، وانا بقول الحمد لله 51 سنه عشتهم في ستر ورضا واشتغلت فيهم كتير وانبسطت فيهم كتير واتألمت فيهم كتير، فالحمد لله يعني على العمر ده. الحمد لله. بعد عمر طويل ما شاء الله، ويا رب يمتد اكتر واكتر. البني ادم بيتغير. انت حاسه ايه اللي اتغير فيكي؟ ايه اللي اتغير فيكي للاحسن، وايه اللي اتغير فيكي ونفسك ترجعيه تاني؟ هو انا نفسي حاجات تتغير اصلا، انا في حاجات مش عارفه اغيرها. زي ما انت قلتي كده، انا صريحه زياده عن اللازم، زياده عن اللازم، ده لازم اقلله شويه. اللي اتغير فيه يمكن بقيت اكتر هدوء في حاجات معينه، وبقيت اكتر عصبيه في حرصي على شغلي وحرصي على حاجات معينه. بقيت للاسف الشديد اكتر عصبيه لان الناس ايقاعها بقى مختلف عن ايقاعي، يعني انا ايقاعي سخن والناس بقى لها كده سنتين 3 في الهادي قوي. ده بيعمل لك مشاكل؟ ايوه، لان انا حد ملتزم جدا، يعني النهارده حتى انا عملت مشاكل ان انا جيت بدري ساعه. يعني انا حسيت ان انا ربكت الدنيا لان انا جيت بدري، بس ده الطبيعي. يعني انا دايما كنت متعوده انه في اي حاجه او اي اوردر لازم اروح بدري، تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل في الطريق يحصل فيه مشكله، وده هوا، فلازم ابقى مظبطه نفسي. لكن في حاجات كتيره بقى في الحياه عموما ابتديت ابقى مش فارقه معايا. زي ايه؟ ما بقاش عندي التكالب الرهيب قوي على الشغل، لان انا الحمد لله رب العالمين شبعت شهره، واشتغلت مع ناس حلم لاي حد انه كان يشتغل مع ربعهم. لما بقعد افتكر نعم ربنا عليا سبحانه وتعالى من وانا طفله صغيره ان اشتغل مع نجوم كبار في التمثيل وفي بدايه من احمد زكي وسعاد حسني وصفاء السعود ونجوى ابراهيم، والمجال الثاني اللي دخلني اصلا وخلاني اتعلم يعني ايه غنى استاذ عمار الشريعي رحمه الله عليه، الاخراج استاذ يحيى العلمي رحمه الله عليه، كانتاج استاذ ممدوح الليثي. اتربيت في بيئه مهمه. انا ما فيش يعني فريد شوقي طبعا الملك اشتغلت معاه مع حفظ القاب للجميع، يعني ما فيش نجم تقريبا او نجمه في مصر، استاذه ميرفت امين، يعني كل النجوم الكبار اللي الناس تتمنى تشتغل معاهم الحمد لله انا اشتغلت معاهم. سافرت في مسرحيات ناجحه مع استاذ نور الشريف الله يرحمه 4 سنين، لفيت العالم قابلت رؤساء وملوك، فحسيت ان انا شبعانه شهره، فما بقاش عندي التكالب قوي على المساله دي. ما بقتش احب اظهر في مكان فيه حاجه مش حقيقيه. عايزه ابقى مع الناس الحقيقيين اللي حواليا حتى لو عددهم صغير. مش حابه ان انا ابقى مع ناس مش حقيقيين خالص. بقيت احب اقعد في البيت اكتر. فكره الشهره جات لك وانت صغيره قوي، والفتره اللي انت كنت فيها مشهوره ما كانش في القنوات الفضائيه الكتيره دي بالزبط. ما كانش يعني ما كانش في فيسبوك، فكان الطفل المشهور ده مشهور. تعاملتي مشهور بجد بالزبط. مش مشهور فيك، مش ما فيش يعني. انا حضرت فتره النجاح فيها كان نجاح حقيقي، مش على فيسبوك. علشان كده انا الى الان النجاح بتاع الفيسبوك ده ما بيرضينيش وما بيفرقش معايا، ولا الهجوم اللي على الفيسبوك ده لا بيرضيني ولا بيفرق معايا. هو علشان بيعدي كده. لا بيفرق معايا الناس الحقيقيين. انا بشتغل الناس اللي بجد، الناس اللي انا عارفه اساميهم الحقيقيه، الناس اللي هم في الشارع عارفيني ومتربيين معايا واحنا عارفينك وانت كنتي من وانت صغيره، اللي بيقابلوني الاقي ستات بيوت تقابلني وتاخدني بالحضن كاني واحده من العيله. هو ده بالنسبه لي النجاح الحقيقي. فانا لما كانت فتره زي ما انت قلتي النجاح كان حقيقي، كنت بنزل اقابل الناس واشوف نجاحي في عيونهم. كانت اساتذه مخرجين كبار يبعتوا لي عشان هم شايفين ان انا ممثله كويسه. نجوم كبار بيقولوا لي اتفرجنا عليك، يعني استاذ عادل امام ربنا يديله الصحه لما يكلمني في التليفون علشان مسلسل انا عملته لغه عربيه اللي هو علي مبارك، ويقول لي انت هايله وانت كويسه جدا. الحاجات دي هي بالنسبه لي اشتغلت معاه بعد كده؟ اشتغلت معاه مسلسلين بفضل ربنا سبحانه وتعالى. الكلام كله على الشغل بالنسبه لك بيمثل لك قد ايه دلوقتي منك ومن حياتك؟ دلوقتي من حياتي 80%. 80%. وده كتير على فكره. وقبل كده ما كانش بنفس لا قبل كده كنت بشتغل كتير قبل ما اخلف بنتي، كنت بشتغل كتير جدا. يعني والله انا كنت بيجيلي مسلسلات برجعها لان ما عنديش وقت، يعني بيجيني ورق
برجعه للناس، ما عنديش وقت، والناس تزعل يا جماعه، فعلا ما عنديش وقت. يعني ممكن اشتغل في سيزون 5 مسلسلات، في رمضان بالذات كنت بشتغل 3 مسلسلات ما شاء الله. لحد قبل بنتي. لما جت بنتي لا، اهتمامي الاكبر ببنتي. ببنتك. اه وقلتي لو انت كنت اخترتي تعيشي في عصر تاني، العصر اللي الست قاعده فيه في البيت وتهتم باولادها وجوزها وبس، جدا، ولا عايزه ولا شغل ولا اي حاجه تاني. جدا جدا جدا. خد انت بقى. لا ثانيه واحده بس عشان اقول حاجه. على فكره ان انت تبقى، ان الواحد يقدر يبقى ام صالحه ويربي اولاد ناجحين ده دور محترمين، طبعا دي اعظم وظيفه صحيح. في الدنيا، وده لا يقلل. وانا مش عارفه الستات اللي تقول انا قيمتي في شغلي، لا وقيمتك كأم كمان. طبعا. ولازم يبقى فيه توازن. ولما حصل اختلال بقينا شايفين الوضع اللي احنا فيه ده صح. من انا اسفه يعني من انعدام التربيه الصحيحه. اصل التربيه غير الرعايه. الرعايه ان انا اكل ابني والبسه لبس نظيف واوديه المدرسه، دي اسمها رعايه. ودي المدرسه والنادي وتمرين، دي اسمها رعايه، يقدر يقوم بيها التمرين، يقدر يوديه اي حد، بابا ماما السواق. انما الدور اللي ما يقدرش يقوم بيه اي حد هي الامومه الحقيقيه. الامومه مش بس كده، ان انا اقعد اتكلم مع اولادي، افهمهم ايه الصح وايه الغلط، زي ما اهالينا زمان ربونا على كده. ان انا افهمهم ايه المبادئ، ان انا افهمهم ايه الحلال والحرام، ان انا اقضي وقت حميمي معاهم من غير حتى ما اقول نصايح. كفايه ان احنا نبقى قاعدين كلنا ملمومين نتفرج على التلفزيون، كفايه ان احنا يبقى عندنا مواعيد اكل كلنا بنتلم فيها علشان نتغدى او نتعشى او نفطر. ده ضد التيار، انت ضد التيار اللي موجود، ضد التيار الاغلبيه. طب ما انا كنت بعمل ده وبشتغل، بس انا بالنسبه لي بيتي نمره واحد. لو بيتي احتاجني او بنتي احتاجتني، لا طبعا تبقى رقم واحد، تبقى رقم واحد. وباللي احنا فيه ده انا شايفه ان الحياه بقت لهس لدرجه ان محدش مستمتع بحاجه، واتحدى حد يقول انه بقى اعظم حاجه في الدنيا. وبعد شويه والاضواء والحاجات دي كلها، الحقيقه هي الحياه الحقيقيه، هي الناس الحقيقيين، وجودك في وسط عيلتك واهلك واصحابك، دي الحياه الحقيقيه. الحاجات التانية بقينا دلوقتي ترند ويروح. اللي يصدق ده يبقى حرام غلبان. يعني اللي يشوف صورتين 3 فينبسط ويصدق ان الناس تقعد تقول له انت وانت ويصدق ويعيش، ده غلبان. لان بعد شويه هيطلع حد مختلف اقل او اكبر او عمل حاجه عجيبه جدا فبقى ترند فجاه. طيب هل القناعة دي عندك دلوقتي وانتي لقاء اللي في المرحلة العمرية دي، في المرحلة اللي فيها نضج دي، ولا ده عندك من زمان؟ من وانتي عندك 20 سنة، عندك 30 سنة؟ لا طول عمري، يمكن مش بالعمق ده. بس طول عمري انا ما بحبش اعمل حاجة غير اللي انا مقتنعة بيه واللي انا ما ندمش عليه. وطول عمري فاكره، لا فكره ان الست تبقى في البيت، يعني ده اللي انا اقصده، اللي هو الاجابه. لا كنت بحب. لا طبعا انا عمري انا اتعلمت وطلعت الاولى على دفعتي 4 سنين. لا عندي طبعا ان الست تشتغل، بس برضو البيت يعني شيء مهم جدا، ده الاساس جدا. يمكن احنا عيلتنا كده، يعني انا اهلي ربوني كده. وعلى فكره كون الست في البيت ده مش معناه انها تبقى ست متخلفه طبعا او متاخره. لا. انا مامتي يعني كانت مثلا 60-70% من الوقت ما بتشتغلش، لكن كانت بتقرا طول الوقت، بتعلمني اقرا ايه، بتسمع حاجات مزيكا، بتروح مسرح. ده مش معناه ان الست لما تبقى قاعده في البيت تبقى متخلفه. لا طبعا خالص. بس انا في متع كتير على فكره قوي في الحياه برضو. ان الموضوع ده في بنات كتير بتفكر على فكره بنفس طريقتك دي في التفكير، بعد ما شافوا قسوه الحياه وانها بقت هي الراجل والست في بيوت كتيره قوي للاسف. ايوه ما هي دي مشكله، الموضوع اختل. في رجاله بقت معتمده على الست، وللاسف حتى دلوقتي. يعني خلوني، انت بتقولي انا صريحه من الاول وانا هبقى صريحه. انت دلوقتي زمان اما كنا بننزل الشارع، وانا بسوق من وانا عندي 19 سنه ونص مثلا، اما كنت امشي في الشارع والاقي عربيه ويبقى الطريق بيضيق، فلاقي لو جنبي راجل يقول لي اتفضلي. دلوقتي انت بتيجي قبل ما تخش تلاقي بيزنق عليكي، تقولي له ايه ده حضرتك، يقول لك ايه. ما خلاص هو معتبرك راجل زيه. ما انت يعني كل حاجه. تيجي داخله اسانسير تلاقي ولد شاب 15-16 سنه راح زقك وداخل. يا ابني ده بالراحه، ده انا قد والدتك. وبعدين في حاجه اسمها ليديز فيرست. ليديز ايه؟ هو انتوا بقيتوا ليديز؟ هو انتوا ستات؟ ما انتوا مشاركيننا في كل حاجه. ما هو انت خلاص، في رجاله ابتدوا يعتمدوا على الست. انت مش عايزه تنزلي تشتغلي، خلاص شيلي معايا بقى. لكن زمان الست كانت ليها كده دلال، قاعده في بيتها، الراجل بيشتغل بيرجع يلاقيها هانم كده في البيت. ما عندهاش وقت دلوقتي لما ترجع البيت. انا حاسه انك تعبتي، يعني عارفه ده من كتر ما انت شايله المسؤوليه، فحاسه ان انت عايزه لا حد يجي يشيل بقى. ممكن ده يكون جزء، بس على فكره برضو انا قصدي مهما الست اشتغلت لازم ما تفقدش
انوثتها مم. وما تحسش انها راجل. ممكن تبقى ست قوية، ممكن تبقى ست بتحب شغلها، لكن في الاخر هي ست، وده في حد ذاته ميزة كبيرة بصي، جدا. فكره المساواه هي فكره فاشله وبتاخد من الست مش بتديها. انا شايفة كده. يعني هي الست لها مزايا والراجل له مزايا، ده له مزايا وله مزايا. بالظبط. يعني الراجل لو قال انه مساواه بالست ده بيقلل منه، والست والست لو لما تقول مساواه بالراجل ده بيقلل منه. أنا انت شايفة فيكي كده. مزايا افضل من الراجل جدا. وهو عنده حاجات تانية انت ما هي تقدريش مش ما تعمليها. فيش افضليه، انا مش شايفه ان في في مجالات، أفضلية. حاجات يعني. انا شايفه انه ربنا خالق توازن بين الاثنين، ولازم عشان يبقى التوازن ده موجود والحياه تبقى مستمره بشكل لطيف وطبيعي يفضل التوازن ده موجود. زي ما يبقى في، زي ما ربنا خلق حيوانات وحشرات وحاجات وطيور، لما يبقى في اختلال موازين الحياه هتختلف. فكرة الراجل والست والكلام اللي حاصل في الفترة اللي احنا فيها دي دلوقتي، حاسة ان الدراما برضو سبب كبير قوي منها، لان الدراما ساعات كتير كانت بتدي فكرة غلط للبنات يعني وللرجالة كمان. طب انا هقول بقى بما اني ما بشتغلش كتير لا قولي بقى. قولي بقى، قولي لي بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى، هو الدراما مؤثرة جدا جدا في الناس، وزي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يعني مسلسل واحد ب1000 خطبة او محاضرة او دي حقيقة. الدراما مؤثرة بشكل كبير من زمان قوي، من ايام ما طلعت افلام انا بعتبرها افلام مضرة، اللي قعدت تقول انا اجوز بنتي الميكانيكي، انا اجوز بنتي السباك، ويقعدوا يطلعوا ان الشهادات بس هي اللي بتدي الناس قيمة. ده خلى المجتمع ساعتها كل الناس لا انا مش عايز اطلع ميكانيكي، حتى لو دخل مثلا كليه هندسه مش عايز يخش هندسه ميكانيكي عشان ما يطلعش ميكانيكي، عشان في الافلام ما جوزت بنتي الميكانيكي، مع ان الاحترام لكل المهن دي. لما حصل برضو الاختلال ده، انت دلوقتي الحرف دي بتلاقيها بصعوبه جدا، نادرا ما تلاقي حد يعني محترف زي زمان. ليه؟ لان احنا بقينا نهيف من المساله دي، وان ما فيش الاحترام بقى غير للكليه، وبقى طلعنا حاجه اسمها كليات القمه. صحيح. وكل ده ما جاي اساسه اصلا كان من الدراما والافلام والحاجات دي. لما احنا قعدنا نقول الست تقعد تقول انت ما تعاملنيش بالشكل ده وانت كذا وانت بشكل مبالغ فيه، ابتدينا احنا، ما هو الناس بتقلد. ف لو المساله دي اتظبطت حاجات كتيره في الحياه تتظبط. وانا ممكن حد من زمان يطلع يقول احنا مش قدوه، الفنان مش قدوه، لكن الفنان عليه مسؤوليه مجتمعيه تجاه مجتمعه، من اول اختياره للحاجه اللي هو يعملها، من اول طريقته في الحياه قدام الناس، حاجات كتير قوي. ما دام كل واحد بيختار مهنه ليها مخاطر وليها، في ناس بتختار مهن صعبه جدا وليها مخاطر قويه جدا، دكاتره، ناس بيشتغلوا على لودر، ناس كذا كذا. لازم انا قبلت بالمهنه دي يبقى انا اتقبل كل ما حواليا. الفنان يعني اختلف معاك شويه، الفنان قدوه لما بيقدم عمل فني حقيقي بيراعي فيه ضميره، بيراعي فيه المجتمع، لان الناس بتتاثر بيه وبتصدقه. وياما شفنا اعمال فنيه الناس تاثرت بيها سواء بالايجاب او بالسلب. اصل كلمه قدوه دي اتاخدت ان وظيفه الفنان او المسلسلات انها تربي الولاد. معلش، عشان يقول لك اصل الولاد طلعوا عنيفين عشان شافوا فيلم. حضرتك فين الرقابه في البيت؟ ليه تسمح لابنك او بنتك انها تشوف فيلم ما ينفعش انها تشوفه، ما ينفعش لسنها انها تشوفه؟ بس في التلفزيون الموضوع ده صعب قوي، لان احنا بقينا والواقع انه بيأثر. على فكره بقينا نتفاجئ بمسلسل انت نفسك اهو كبيره قاعده انت تتخضي من المشهد اللي موجود. اقفل التلفزيون. انا على فكره ده حصل لي. رجعت مره من الشغل لقيت الميد مشغله، الست اللي بتساعدني في البيت مشغله لبنتي، كان ساعتها بنتي مثلا عندها 8 9 سنين، مسلسل ما هو يبان كوميدي بس انا ضد كل ما هو يقدم فيه. عملت مشكله كبيره جدا، وبنتي حابه جدا النجم ده، حباه قوي. ممنوع. وعياط ومش ممنوع. انا ليا وظيفه كأم وكست عاقله، هي البنت مش فاهمه، مش عشان انا اخليها تبعد عني وانا اروح بقى انبسط ولا اعمل اي حاجه ثانيه واخلص. حتى لو حد قال لك هتتفرج بره مع صاحباتها مكان تاني، على الاقل بس عارفه في البيت، عارفه انه ممنوع، اللي هو وعارفه انه ممنوع، اللي هو 24 ساعه. ما تروح لصاحبتها هتروح لها ايه؟ اليوم مش هيهد بنيان حاجه انا بنياها. غير ان البني ادم لو ربى اولاده صح، لو شافوا 100 فيلم، لو شافوا 100 فيلم في حاجات غلط، ما هيقولوا ده غلط وده صح. الدراما زمان كانت بتعرض الخير والشر، وعليك انك تختار. عشان كده بقول لك مش دايما، ما ينفعش ان احنا نسيب الفنان مش معلم. المعلم في المدرسه، الاب والام في البيت، كل واحد لازم ياخد وظيفته. الدراما لها جزء، المدرسه جزء مهم والبيت جدا، والاصحاب، كل الدراما ليها جزء مهم الدراما جدا لها جزء مهم جدا. وعشان كده انا بقول ان الفنان نفسه لما يجي له عمل درامي
هيحس انه هيفرق او هيأثر في المجتمع بشكل ما ويعمله، هو عليه مسؤوليه مم. ويحاسب كمان قدام ربنا على فكره. لان انا يا بسن سنه كويسه الناس بتقلدها، يا بسن سنه وحشه الناس برضو بتقلدها بالوحشه. هي مشكلة الدراما مش بس في التقليد. الناس بتتعايش مع مثلا مسلسل 30 حلقة، انت متعايشة معاه على فكرة في بالكامل. ناس بتصدق، في ناس بتعيش. فهو بيدخل يعني في حاجات كده، يعني بتحسي ان هو داخل جوه وجدانك، وخصوصا لو انت صغيره. ومش بنتكلم في 8 سنين، لا احنا ممكن نكون بنتكلم في فتره المراهقه. يعني شكل الحب اللي انا شايفاه على الشاشه، شكل فكره الجواز اللي انا شايفاه على الشاشه، فاكره ان انا لما اكبر هتبقى دي حياتي. لازم الناس يبقى عندها ضمير، يعني لازم الكاتب والمخرج والمنتج يبقى عنده ضمير. لانه انت مسؤول عن تكوين او جزء من تكوين، او ان انت تعيش. يعني الفن بيدينا متعه، وكلنا بنحب لما انت يعني الكوره بتديك متعه، في ناس تحب الرياضه بتديك متعه، فده بيدي لك متعه معينه. على صناع الفن ده والدراما دي انهم يراعوا ربنا ويراعوا ضميرهم الانساني في الحاجات اللي بيقدموها. طب انت لانه في مجتمع يا رايح هنا يا رايح، والفن جزء منه مش كله برضه. بس الفن جزء منه. هو ما ينفعش يكون كله، ده لو كله ده يبقى خطر طبعا. يعني لو الدور الاهم وللاسف هو الفن يعني الناس بتاخد دلوقتي ما بتقراش، لما تتفرج على مسلسل تاريخي بتفتكر ان هو ده ان ده صح، التاريخ، حتى لو هو في حاجه ده. غلط. على مسلسل فيه حاجه عن قضيه دينيه بتفتكر ان هو ده، مش ان وجهه نظر المؤلف، ان الحقيقه ممكن تكون انها مختلفه. فللاسف التاثير الاعمال الدراميه دلوقتي هو تاثير قوي قوي وباكتر من ده عشان في قله وعي، علشان المدرسه ما بقتش تقوم بدورها الحقيقي والرئيسي، علشان الاب والام في البيت. طبعا مش كل الناس، ما بعممش، في ناس طبعا لسه محترمه وبتربي ولادها كويس، لكن في ناس بتسيب ولادها للايباد والتلفزيون ونتفليكس والحاجات الكتيره بقى. لما انا اتخلى عن دوري او دوري يتقهر لورا واسيب حاجات تانية، فاتحمل بقى ما يحدث. طب انت قلتي في النص كده انا دلوقتي ما بشتغلش كتير، ليه ما بتشتغليش كتير؟ الله اعلم. يمكن اكيد عندك، يعني في اكيد انت عارفه الاسباب. بصي الاول وانا صغيره، حتى يمكن كنت لسه طالبه في المعهد في سنه ثالثه او رابعه، وجالي مسلسل ورفضته. وكان ناس كبيره ومهمه قوي، فقالوا لي رفضتي لي؟ قلت لهم مش مقتنعه باللي بيتقال. كلمه صعبه ان حد بيبدا يقول الكلمه دي. لا بقولها للمخرج مش مقتنعه. بيقول له لا ما انا قريتي وبتاع مش عارف ايه رايك. قلت له لا انا هعتذر. فقال لي قلت له مش مقتنع. قال لي نعم مش مقتنع. قلت له مش مقتنع. بدورك ولا بالمسلسل كله؟ بدوري وبالمسلسل. وحاسه انه قال لي يعني ايه مش مقتنع؟ قلت له يعني مش مقتنع، يعني حاسه ان دوري ملوش لازمه، لو اتشال ملوش لازمه. فقال لي ايه ده انت المفروض عايزه تشتغلي وتنتشري. قلت له بس انا مش عايزه اعمل ده. فساعتها حد قال لي انت لسه بدري عليكي قوي على مرحله الاختيار. وعلى فكره انا جالي فيلم مع حد مخرج كبير جدا ورفضت برضه، عشان كان في مشهد في حاجه انا مش هقدر اعملها. هو كان مشهد، يعني كان دوري في الفيلم كله مشهد، بس رفضته عشان في حاجه مش هقدر اعملها عشان المشهد. وساعتها مخرج المساعد هزقني في التليفون، هو دلوقتي بقى مخرج كبير، هزقني في التليفون انت مين عشان ترفضي؟ قلت له انا ولا حاجه، انا ولا حاجه، بس انا بالنسبه لنفسي مش عايز اعمل كده. الكواليس اللي الناس مش بتشوفها، هي بتفتكر ان الفنان يقدر ان هو بيختار ويفرض شروطه. ممكن يكون نجم، ده في نجوم كبار واحيانا ما بيقدرش ان هو يختار ويفرض شروطه. طبعا. وعلى فكره مقاييس الناس غير الحقيقه خالص. صحيح. يعني انا ممكن اشوف حد في الشارع طبعا، ودي بقت كتير، فنانه مش عارف ايه، يطلب بقى مش عارف مساعده ب1,000,000 جنيه، اقول اقسم بالله لو معايا انا ما هنزل دلوقتي. ايه اللي ينزلني في البرد مثلا او في الحر لو انا في الارقام الكبيره اللي هم متخيلينها دي؟ انا ايه اللي ينزلني اشتغل تاني؟ انا شخصيا لو انا هقعد في البيت، انا كالفار هقعد في البيت. فلا الناس فاكره، يعني جه حد قال لي ليه يعني ده ما حضرتك عملتي مع فلان وفلان، ده انت تاريخ، ده انت المفروض تاخدي كذا. هي مش بكده خالص. هي الحسابات مختلفه، وكل وقت وليه حساباته، وكل وقت وليه ناسه، وكل وقت وليه افكاره. فالبني ادم هو اللي بيختار. انا مش زعلانه ان انا، يعني اكيد طبعا بيوحشني برضو طبعا الشغل كل فتره، لكن انا مش زعلانه لان دي قناعاتي. بس في مسلسل جديد قريب ليكي ايام، في مسلسل حرب الجبالي اتعرض الحمد لله، لسه خلصان. في مسلسل كمان كام يوم، ايام الجزء الثالث كمان كام يوم، يوم 4 اغسطس. بس الاثنين 4 سبتمبر بقى، سوري 4 سبتمبر. بس الاثنين انا عاملاهم بقالي 3 سنين، يعني ايام ده بقالي 3 سنين، حرب الجبالي بقالي 2.5 سنين مخلصاه.
يعني انا قعدت حوالي سنتين مثلا ما كانش عندي مسلسلات. هل عشان لا يا ربي، سنه ونص. هل عشان انا كده عملت بعد دخلتي كده البرامج؟ الوصفه السحريه. مم. هل عشان كده دخلتي لا موضوع انا اصلا التقديم؟ فكره التقديم ده عماله بتيجي وتروح بقالها كتير. وعلى فكره انا ناس كتير جدا اصلا من وانا صغيره كانوا عايزيني اقدم، وانا اللي كنت باخر الخطوه دي. وجات لي فرص في حتت كتير جدا انا كنت باخر الخطوه دي، لانه كنت عايزه اقدم حاجه بشكل معين. مم. حاسه ان انا محتاجه اقدم حاجه تفيد الناس، تبقى ايدي متسابه شويه في المواضيع. والحقيقه ده متحقق لي يعني في القناه اللي انا فيها. هم مدين لي حريه اختيار المواضيع يعني الى حد كبير، طبعا مش 100% بس الى حد كبير. بقدر اختار اللي انا عايزاه، بقدر اقدم اللي انا عايزاه. بحب اقدم حاجه يبقى فيها افاده نوعا ما للناس، سواء بقى ان انا بقدم مساعدات وبوصل ناس بمستشفى، او اوصل ناس بشغل، او ان انا اقدم مواضيع مهمه ممكن تفيد حد، حتى لو بني ادم واحد انا فدته. ده بالنسبه لي يعني حاجه كبيره قوي، لان انا اتعلمت برضو من اللي قبلي. يعني انا افتكر لما اقرا كتاب اعمل يعني خط كده تحتيه. في كتب كتير علمتني حاجات انا مستفيده منها في حياتي، في مسلسلات كتير اتقالت كلمه واحده منها ممكن تكون غيرت استفدتي جزء من حياتي. فانا ده طول الوقت حطاه، يعني ده طول الوقت كنت بفكر فيه. طيب فكرة المذيع شوية مختلفة كتير عن الفنان. الفنان عنده النجومية، فكرة ان انا بتبقى عنده اقوى من الاعلامي او المذيع، لان المذيع هو صوت الشعب. يعني انا بنقل اللي قاعد ورا الكاميرا ده عايز يقوله، ده دوري ان انا اقوله. قدرتي تعملي ده؟ قدرتي تفصلي ما بين ان انت دلوقتي لا مذيعه، فانت اللي الناس عايزه تقوله انت ممكن بتعبري عنهم، غير ان انت بقى بتعبري عن لقاء باراء، لقاء بكل قناعاتك بقى القديمه؟ بصي، هو انا المذيعه قربني اكتر من الناس. يعني هما بيشوفوا لقاء فوزيه، شخصيات فوزيه في البيت الكبير في ايام، مش عارف وداد في حرب جبال، ومصدقين يعني، هو بيصدقوني في كل شخصيه. لكن ده لقاء بقى الحقيقيه. وناس كتير قوي قالت لي احنا اكتشفناكي، احنا ما كناش لان انا اوقات كتيره جدا بقدم الطرفين، وفي اوقات بطلع اقول يا جماعه انا النهارده طالعه اقول رايي في الموضوع الفلاني، انا شايفه 1 2 3. اوقات بعمل مناظرات ببقى حياديه جدا، بس في اوقات لا، بطلع اقول رايي الحقيقي. تفاعلي مع الناس اللي هو الانتر اكشن بقى الحقيقي، لما بنزل اصور في حاجات انا اللي بصر. يعني حادثه مثلا زي حادثه كفر السنابسه، انا لقيت نفسي بلبس هدومي وبكلمه وانا هاخد كاميرا دلوقتي وهنزل وانا اللي راح اصور. التفاعل اللي حصل الحقيقي مع الناس دي وعياطي والحاجات الحقيقيه دي، لا الناس بتحسها. الناس بتحس مين بيمثل ومين فده قربني انسانيا من الناس اكتر. طب كنت مستمتعه اكتر بايه؟ وانت ممثله ولا وانت مذيعه؟ كل حاجه ليها متعه معينه. يعني انا كمذيعه في متعه ما، بس هي قريبه شويه من التمثيل في ايه؟ في ان انا هي الامبروفيزيشن، الارتجال. هي فيها جزء طبعا، يعني مهنه المذيع في جزء من طبعا من ان انت على الهواء ممكن يحصل حاجه معينه، فانت تدريبك اللي انا اتدربته بقى كمسرحيه بتاعت مسرح. والمسرح انت كل يوم قدام الجمهور، يعني ممكن تنسى كلام، هتعمل ايه؟ ممكن زميلك اللي قدامك ينسى، تعملوا ايه؟ لا انا لما بنسى كلام بالف عادي جدا. عادي يا مولا، لازم يعملوا كده. بالف عادي، ما حدش معاه النص، ما حدش من المشاهدين معاه الورق. لما زميلي بينسى ممكن انا برضو الف حاجات واروح واجي وارجعه لنفس الموضوع. ودي وارده، لان احنا بني ادمين ساعات فجاه بنبيض. الكمبوشه بتاع زمان ده ما بقتش موجوده. لا ما بقتش موجوده. كانت موجوده زمان الملقن. دلوقتي ممكن يبقى واقف في الكواليس بس نادرا، خلاص مهنه ما بقتش موجودة. ما بقينا مركزين اكتر ان احنا نبقى المسرحيات القديمه موجوده وصوته بيبقى طالع احيانا ساعات. ما ايوه، لانه برضو مسرحيات كانت بتبقى 4 ساعات. دلوقتي ما حدش يقدر يقعد 4 ساعات ولا ممثل. خلاص ايقاع الحياه بقى مختلف. الحكايه الارتجال دي عشان انا مذيعة هوا بقت سهله بالنسبه لي. اما يحصل اي حاجه تبقى بتكلم حد في التليفون فجاه وياخدك في حته تانية، او يقول كلام ممكن يوديك في داهيه، فانت ازاي تلم الليله؟ او تجيب ضيف هوا فتلاقي المواضيع رايحه في حته تانية. الاداره دي شويه من الارتجال اللي انا اتعلمته على المسرح. الصدفه لعبت دور قد ايه في حياتك؟ اولا ما فيش حاجه عند ربنا صدفه. هو عندنا احنا عند ربنا كله اكيد عند ربنا. لا لعبت ادوار كتير قوي في كل حاجه في حياتي الحقيقيه وفي الفن.
بالنسبه لنا احنا كل حاجه ايه ده صدفه صدفه، بس هي طبعا عند ربنا مفيش صدفه. اكيد انا بتكلم بالنسبه لا لنا لا احنا، كتير. بالنسبه لنا احنا بتبقى صدفه، كتير بالنسبه جداً، لربنا لا. كتير كتير قوي قوي والى الان. يعني مثلا ابقى رايحه مشوار فاتاخر، فادخل مثلا حته او الف من حته فاقابل حد ما كانش ممكن اقابله الا لو اتاخرت ورحت يعني من عن الطريق ده، او هي كده. فبقت ممتعه. زمان ما كنتش كنت بقلق من الحاجات الصدف دي. لعبت دور في موضوع ان انت كنت فكرتي في الهجره وخلاص خدتي الاجراءات دي صدف ورايحه بحتة. لكندا، والصدفه لعبت دور في دي الموضوع. صدفه رهيبه. يعني انا كنت باخد اجراءات ان انا اسافر اسيب البلد ده الكلام ده في وقت كورونا او قبل كورونا؟ قبل كورونا، قبل كورونا. في اخر 2018 او 2017 كنت خدتي القرار خلاص امم انت تهاجري وتهاجري لكندا. وهاجر لكندا، وبنتي تكمل تعليمها هناك، وابتديت اعمل الاوراق المطلوبه مني 1 2 3، وكنت هكمل بقى الدكتوراه وماجستير ودكتوراه هناك. وبعدين في وسط ما انا بعمل الورق بالصدفه عرفت ان في تقديم لدبي لمدرسين دراما، وعايزين الناس بتوع دفعتي يعني ودفعات بعد كده. وبالصدفه لقيت اللي ماسك المشروع ده كان زميلي في الاكاديميه في المعهد يعني، وانا كنت بذاكر له، بس هو اصلا اماراتي. هو اللي كان ماسك مدير المشروع، كان فكرته اصلا يعني. بس رحت امتحنت برضه يعني، ما قلتلوش. رحت كان في امتحانات ورحت امتحنت ونجحت. وبعدين قلت فكرت ايه، طب ما هو بدل ما اروح كندا بعيده قوي عن اهلي واصحابي، وانا كائن بحب الناس قوي، طب ما انا اجرب دبي. اهي دبي اقرب 4 ساعات. قدرت ابعد فعلا عن مصر، خلاص كملت بقى هناك او رحت كندا. ما قدرتش يبقى مساله بسيطه يعني. طب انت كنت عارفه رايحه على كندا على ايه وكان ايه السبب يعني، ولا ما كنت انا كنت رايحه كندا؟ ادرس. لا كنت رايحه اعمل ماجستير ودكتوراه. وهناك في بعض الدول الاوروبيه وامريكا لما بتدرس ويبقى سنك معين بتدرس حاجات معينه، الجامعه بتديك منحه. بيبقى في زي منحه، وبعدين بتدي لك وقت ان انت تشتغل، تدي لك 5 ساعات في اليوم يعمل حساب انك تشتغل. ولو معاك ولاد بيخشوا مدارس هناك ببلاش. الفكره كانت فكرتك ولا فكره جومان؟ هي الفكره كانت فكره جوجو. بتحكي لي على واحد انتمها صاحبها الانتيم في المدرسه عمل كده. رايحين كندا، زعلانه بتعيط ليه عشان صح صديقي ده رايح كندا هو وعيلته كلها. فكلمت بابا ايه اللي حصل، فقال لي لا احنا مش قادرين نقعد في مصر، احنا هنسافر. وشرح لي الموضوع. فقلت طب كويس، يعني بنتي هتتعلم في مستوى كويس جدا ببلاش، وانا هاخد الدكتوراه والماجستير، وكمان هقدر اشتغل وكل حاجه بقى، والبيت بكام وكل وقال لي هتعملي 1 2 3. وهم هاجروا بقى خلاص، وابتدى يتواصل معايا وهو هناك. روحتي كذا سفاره، قدمتي، مش عملتي ايه. في وسط ده حصل بقى بتاعت دبي برضو صدفه وكل حاجه. ده بعت عربيتي وبعت كل حاجه خلاص. انت عملتي كل الاستعدادات للسفر كله لا انا سافرت، انا قعدت في دبي سنه. لا اقصد الفكره الاولى. لا كندا ما كنتش بعت العربيه والحاجات دي، كنت بكمل الورق. بس لانه لازم في تايم معين. حصل بقى ساعتها دبي، قلت دبي اقرب. طب ليه بعتي عربيتك؟ يعني انت كنت متوقعه ان انت هتروحي خلاص دبي مش عايزه ترجعي مش راجعه دلوقتي. يعني انا كنت رايحه، انا عقدي كان ب3 سنين مع الحكومه، مع حكومه ابو ظبي 3 سنين عقد. فقلت خلاص مش راجعه قبل 3 سنين. طب هل ده ناتج عن احباط انت حسيتي بيه هنا، ان انت تقرري ان انا هبعد عن التمثيل، هبعد عن الكاميرا، هبعد عن كل حاجه ورايحه يعني ابدا حاجه ثانيه خالص؟ بصي هو الناس قالت لي انت مكتئبه، انا ما كنتش مكتئبه، محبطه. جزء احباط وجزء انا اعوذ بالله من كلمه انا يعني عندي القدره، اللهم لك الحمد والشكر يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ان انا ابدا اي شغل في اي حاجه في الدنيا. انا ممكن اشتغل اي حاجه في الدنيا. انا لما قعدت في البيت 2 او 2.5 سنين ما بمثلش، انا عندي بنت وبتتعلم ومدارس انترناشونال بفلوس وانا وكل حاجه. وساعتها ما كنتش متجوزه، اشتغلت حاجات كتير جدا ولا يفرق معايا. انا كنت ممكن انزل اشتري حاجات واعمل اللي هو الباسكتس وبتاعات المناديل اعمل اوبن داي واروح اسافر اجيب لبس وابيعه. يعني انا ومش فارق لك ان الناس اللي حواليكي او الكوميونتي اللي حواليكي عارفه ان دي لقاء الممثله؟ انا يفرق معايا انا بشتغل حلال، فلوسي دي جايه من فلوس جايه من مصدر حلال ولا مش مصدر حلال. ممكن تبقى اقل بس والله كانت بتكفيني فيها البركه. يعني الناس اللي تقول لا الفلوس ما بتكفيش، لا ربنا لما بيبارك في حاجه جايه من حلال. وعايزه اقول لك انا في وقت انا كنت عايشه بمرتب المسرح. مرتبي من انا عضوه مسرح قومي. انا اوقات كان مرتبي بالمسرح بتاعه والناس مش هتصدق براحتهم 500 جنيه كانوا بيكفوني. 500 ده سنه كام؟ في قبل 2011.
قبل 2000 وكنت عايشه بيهم. منظمه نفسي بيهم، وانا مش لازم انا مش الكائن اللي ممكن كل يوم لازم اكل لحمه او فراخ، ومنظمه نفسي بالحاجات الطبيعيه. بالحاجات اللي انا دلوقتي ربنا مش جايب لي غير ال 500 دول، همشي عليهم. همشي عليهم. هقدر امشي عليهم. هقدر امشي عليهم. خلاص انا ما عنديش غير دول، ربنا مبارك فيهم جدا على فكره، وكانوا بيكفوني عشان راضيه. لان هي مساله بركه. والله ساعات بيجي لي 100,000 جنيه والله العظيم ممكن تتصرف في اسبوع ولا استفدت منهم اي حاجه. البركه دي حقيقيه. هنتعرف على اللقاء بشكل اكبر بعد من كده. لا لسه لازم امشي. هنروح لفاصل ولسه مكملين مع لقاء السنون. ما زلنا مع النجمة الجميلة لقاء سويدان، و22 سنة على خشبة المسرح القومي. فكرة الوقوف على خشبة المسرح وان انت موجودة في المسرح القومي اللي كان عليه بقى اسامي بقى سميحة ايوب، يحيى الفخراني، عايدة عبد العزيز، محمود ياسين، عزت العلايلي، يعني اسامي يعني كبيرة، حمدي غيث، عبد الله غيث، يعني هم مسرح هم دول بتوع المسرح بقى. تعاملك بقى مع المسرح القومي، مع العروض اللي بتعرضوها هناك، النصوص اللي انتوا بتقدموها للجمهور وكمان جمهور المسرح القومي. بصي، وجودي في المسرح القومي ده اختياري. انا كنت الاولى على دفعتي 4 سنين، ومن وانا طفله صغيره ماما كانت دايما بتاخدني تفرجني على مسرحيات في المسرح القومي ومسرح الطليعه. دايما مفيش عرض اتعرض على المسرح القومي من وانا طفله او مسرح الطليعه الا ماما كانت بتاخدني لازم نتفرج عليه. فكان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، وبالنسبه لها حاجه كبيره قوي. لما اتخرجت الاولى على دفعتي كان في قرار من سياده الرئيس حسني مبارك الله يرحمه ان اوائل الدفعات في اي جامعه من جامعات مصر يتعينوا في المكان اللي هم يختاروه. فانا كان عندي يا اما اتعين في اكاديميه الفنون، يا اما اتعين في المسرح، يا اما اتعين في التلفزيون. ورغم حبي الشديد للتلفزيون اخترت المسرح القومي بالذات وجالي، لان انا كنت طالعه الاولى على دفعتي والثانيه على الاكاديميه. طب ليه المسرح القومي وليه مثلا مش في الماجد، انك ممكن تكملي برضه في التدريس؟ حلمي المكان ده ليه حاجه كده جوايا، وانا مثلت عليه من وانا من قبل ما اتعين. يعني انا مثلت عليه مسرحيتين، حاجه لعبد الرحمن الشرقاوي كانت مع احمد ماهر ومفيد عاشور، ولما الناس سقفت لي لاول مره في حياتي وانا واقفه على خشبه المسرح القومي، وده المسرح القومي بقى اللي انا بروح اتفرج عليه وانا طفله ولا حاجه يعني، والناس سقفت لي التسقيف ده، انا قعدت اعيط بدون انقطاع. اول مره في حياتي واقفه على المسرح ده بدون انقطاع، فلا يمكن انسى اللحظه دي. ثانيا اشتغلت مسرحيه مع استاذ نور الشريف اللي هي لن تسقط القدس، مصر كلها اتفرجت عليا فيها، وده كان قبل تعييني. يعني انا اتخرجت قبل النتيجه ما تطلع، كنت شغاله مع استاذ نور. فده كان قبل التعيين بحوالي سنه ونص. فكمان نجاحي مع استاذ نور الشريف على القومي خلاني لا انا عايزه يبقى ده مكاني. فاخترت المسرح القومي وجالي المسرح القومي، لان المسرح القومي ليه هو يعني ليك مسرح قومي، يعني مش عارفه اقول ايه. بصي، اللي وقف على المسرح هو اللي هيعرف يعني ايه المسرح ورد الفعل، يعني ايه مسرح اصلا. يعني انا كنت لسه مع الجمهور وانا جايه كنت بتكلم مع واحد صاحبي في التليفون بقول له الدنيا اختلفت. يعني انا دلوقتي بقيت حاسه لما اقول مسرح واسيب اللي ورايا واللي قدامي واخسر، ممكن ما يبعت لك في مسلسل يقول عندك ايه بقى، ايه ده، لا دي عندها مسرح ما تبعتولهاش ليه؟ لانه مسرح يعني لازم امشي قبل العرض بساعتين، يعني انا هبوظ التصوير. ودلوقتي الدنيا بقت ايقاعها اسرع. زمان المسلسل كان بيتصور في سنه ونص، سنه، ساعات سنتين، لكن دلوقتي المسلسل بيتصور في كبير و3 شهور، ساعات 60 يوم. فبالنسبه لهم اللي بيشتغلوا مسرح دول يعني هيعطلوهم. فزمان لا، كان المسرح القومي حاجه تانية، كانت الناس بتسيب اي حاجه لان كان ليها قيمه. على فكره جمهور المسرح القومي كان جمهور مسرح قومي، الناس اللي جايه لابسه مش عارف ايه، وحتى الناس اللي مش اغنياء لكن رايحين لابسين اشيك ما عندهم، هيشوفوا بقى محمود ياسين وسميحه ايوب واحمد مرعي، ودول عباقره بيقدموا بقى حاجات لعبد الرحمن الشرقاوي ونجيب محفوظ، يعني موضوع كبير. انت من النوع اللي بيحب ياخد حقه؟ لو في حاجه حصلت لك لازم تاخدي حقك. انتوا لو انا مش مرتاحه خالص من اول القعده. ليه بس؟ هي برج الاسد، برج الاسد ده شخصيه، هو السؤال وراه اسئله ثانيه. انا حسيتك والله. يعني امراه برج الاسد يعني لا يستهان بيها، طيبه جدا. النبي دي غلبانه والله. انا بقول والله، ما انا قلت لك ايه والله. السمعه دي اللي بس يعني انا سالت السؤال بسيط، ولا دخلت في برج الاسد ولا قلت اي حاجه؟ هي اتفضل قول. بس ما هو السؤال انت عايز تقول ايه؟ من النوع اللي لو حسيتي ان ده حقك بتدافعي عن حقك
وتجري وراه لحد ما تاخديه؟ جدا، الى اخر يعني لا اتنازل بسهوله. حتى لو ده عمل لك مشاكل، خسرك حد؟ يخسرني الناس المزيفه. وزمان كنت بخاف جدا، اللي يعني ممكن ما حدش يعرفه او في ناس عارفاه يعني، ومن اللي انا عامله معاهم مشاكل يعني. حد قال لي انت اتغيرتي. انت اللي عامله معاهم مشاكل ولا هم اللي عاملين عاملين معاكي معايا مشاكل؟ انا عامله معاهم مشاكل، هم رد فعل. لاني بقيت اخد رد فعل. انا زمان كنت حاضر حاضر، انا حتى كنت مسميه نفسي يس وومن، يعني اي حد يقول لي حاجه حاضر، لقاء عايزين كذا حاضر، اي حد في اي حته. لحد ما اتفرجت على الفيلم بتاع جيم كاري اللي هو يس مان ده، والله ما بهزر. لا لا معاك. ولقيت نفسي في الشخصيه دي. انا ده اللي عمل تحول بقى في الشخصيه. لا ده فهمني يعني ايه البني ادم اللي طول الوقت بيقول حاضر للاخرين وما عندوش حدود، يعني مخلي نفسه مباح لكل اللي حواليه، لكل الناس اللي حواليه، وقته مباح ليهم، وقت ما يطلبوه يرد عليهم ويقولوا له حاضر. زي ما يرن عليك التليفون كده اي حد فترد عليه، حد يطلبك في خدمه فتقول له حاضر، حد يقول لك عايزك تشتغل معايا فتقول له حاضر، حتى لو مش مناسبه ليك الفلوس، لو اصل فلان هيزعل، اصل فلان هتزعل، اصل فلان هيقول عليا. قطعتي ده خالص، لان لقيت ملوش اي مردود غير ان انت تبقى مستباح. ولما في يوم من الايام تقول لا انا مش قادر اعمل ده، انا اسف مش قادر اعمل ده، يبقى انت اتغيرت، يبقى انت اتغريت، يبقى انت محدش بيحط لك ان انت ممكن تكون تعبان، ممكن تكون مرهق، ممكن تكون محتاج شغل في حته ثانيه عشان يجيب لك فلوس من حاجه. وليه انا اقعد ابرر لحد هو اصلا ملوش كل الحقوق دي عليا ان انا ابرر له؟ ولما انت تعمل حاجات كتير حلوه مع حد وفي لحظه تلاقي الحد ده نصر عليك حد تاني لمجرد ان التاني ده لسانه اطول فهو خايف من طول لسانه لا يشتمه، فانت الطيبه العبيطه الهبله اللي طول الوقت بنديكي اي حاجه بترضي بيها وبتوافقي والجدعه واللي في ظهر زمايلك. فاذا انا لقيت نفسي بتحاسب على جدعنتي وعلى اخلاقي وعلى اني دايما كنت بقول حاضر ونعم، لا مش ده التقدير اللي المفروض ان انا اخده. فبقيت اقدر نفسي بشكل اكبر، بقيت الحاجه اللي ما ينفعش ان انا اقول عليها حاضر طول الوقت، لاني بقيت مرهقه جدا جسمانيا وعقليا. وحتى التليفون ساعات كتير جدا دلوقتي يتصل يرن التليفون 500 مره، انا مش هرد غير لما ابقى انا عندي الوقت ان انا ارد. مش هدي حد فرصه انه ياخد مني وقتي ويسرق مني حياتي وما فيش حاجه في المقابل. انا دي مش انانيه، دي حدود. كويس. وابتديت اقرا في الحتت دي، ابتديت لازم البني ادم يبقى في حدود بينه وبين الاخر. احنا دلوقتي بقينا كلنا يعني الناس بقت كلها عايشه مع بعض جوه بعض في حياه بعض، لا لازم يبقى في حدود. السوشيال ميديا هي اللي عامله كده. مش السوشيال ميديا بس، احنا كمان. انا وده غلطه مني، انت اللي بتعود اللي قدامك على انه يستمر. يعني زي الست اللي بتعود ولادها مثلا ان البنت هي اللي تقوم تخدم الاخ الولد، او تعود جوزها انه حاضر يا حبيبي لو كوبايه الميه هنا يقول لها ناوليني الكوبايه دي، فتقوم مره ممكن دلع، انما يبقى ده واجب وتبقى هي تعبانه ومرهقه وقايمه وهو شايف انها سخنه ومش عارف ايه، بس قايمه لازم تسخن له الاكل. ما ممكن هو يقوم يسخن لها الاكل عادي، دي ما تقد، بالعكس تزيده رجوله، انه راجل حنين، انه راجل مقدر. فلا لازم يبقى فيه حدود. ابتديت اخد حقي بقى. انتوا فاكريني ان انا عبيطه وما اعرفش اخد حقي عشان بقول حاضر عشان انا برضيكوا كلكم؟ لا، انا بعرف اخد حقي كويس قوي بالادب وبالذوق وبالاخلاق وبالقانون، بس مش هسيب حقي. فبقيت عند بعض الناس اللي ما بقوش دلوقتي فارقين معايا اتغيرت، لا بقت شريره، انا شريره. هم علشان اتعودوا منك على وش تاني خالص، على الحاضر. ما هو اتعودوا مني طول الوقت ان حاضر، حتى لو انا ممكن اخد من وقت نومي علشان اعمل خدمه لحد، ممكن ابقى بعمل حاجه مهمه بالنسبه لي ومعلش انا محتاج لك كذا دلوقتي، تنزلي تروح حاضر. لا انا اقدر اقول لا على فكره، يعني زي ما بقدر اقول حاضر. طب انت بتحسي ان هو اللي عايز منك خدمه او طلب هو فعلا عايزك يعني بيستنجد بيكي، ولا انت حاسه ان هم يعني ايه نستغلها؟ بصي انا يعني انا ابتديت امشي مع الدين في الحته دي. ربنا امرنا ان احنا نغيث الملهوف. صحيح. لما تلاقي حد في محنه او ملهوف او محتاج انك تقفي جنبه، لازم تقفي جنبه. انا اساسا كمان من الناس اللي لما بعمل حاجه مش مستنيه اللي قدامي يقول لي شكرا، عملتيها لوجه الله، قريب او بعيد، مش مستنيه حد يقول لي شكرا. انا عاملاها ارضاء لوجه الله سبحانه وتعالى، وطمع في ان ربنا يوقف لي لما انا احتاج
او يسترني صح. لما انا احتاج في الوقت، وان انا ارضيه وانه يبقى بيحبني وراضي عني. لكن في نفس الوقت في ناس لا بتستغل حسيتي بده؟ طبعا، لا اللي بيستغلني لا، يعني ما فيش تاني. انت مع المقوله ان الواحد ما بيتعلمش ببلاش؟ طبعا طبعا. والتعليم الاصعب لما تبقى بتتعلم من صحتك ومن حبك للاخرين، وتتصدم اكتر في ناس انت كنت بجد معتبر فلان ده اخويا بجد. لا مفيش مش ده مش موجود كتير. مع ان بقى انا عندي فعلا ناس تستحق ده، يعني انا عندي ناس اخواتي بجد، ناس اصحابي بجد اللي بحتاج لهم قوي. انا زمان كان كل الناس اصحابي، الله ده صاحبي دي صاحبتي، لا في لازم ابتديت انظم نفسي بقى، وعلمت ده لبنتي. في فرق ما بين زميل عمل ومعرفه وقريب وحبيب. حبيب مش شرط ان هو حبيبي وجوزي، لا حبيب. في بني ادمين انت تلاقي ربنا حاطط محبتهم في قلبك ومحبتك في قلوبهم. وبين حد محتاجني، بقيت كل واحد لازم يتحط في مكانه، مش اقل ومش ازيد. وده صح. ربنا مش خلينا عشان نبقى متاحين وكرامتنا متاحه وان احنا نبقى ضعاف واللي رايح واللي جاي يخبط فينا، لا. ده اللي خلاكي لما حد على السوشيال ميديا نشر عنك اخبار مش حقيقيه رفعتي قضيه وكسبتي القضيه وكملتي فيها، رغم ان ناس كتير وفنانين كتير بيقولوا خلاص مش مشكله. لا ما انا خلاص بسيب ناس. يعني انا مثلا في ناس بتخش تلاقيها فجاه شتمتني بدون وجه حق، ما عادي كده، عادي، ما هم بدوني حسنات ما عنديش مشكله. لما بحس ان دي حاجه مش مقصوده. يعني مره في واحده دخلت هاجمتني هجوم، شتمتني شتيمه جامده جدا، فقمت عامله سكرين شوت بدون سبب وقلت والصفحه عندي قالوا لها سيتم الابلاغ عنك كذا. فجاه بعتت وبعتوا لي بقى وانا اسفه وفويس نوت، وانا كان عندي ظرف، وانا اصل في حاجه مضايقاني، وانا 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 فدي عادي مش هعمل لها حاجه. انما لما تبقى حاجات يعني مقصوده تحسي ان وراها حد للنيل من سمعتي ومن شرفي، وانا واحده طول عمري بحافظ على نفسي وبحافظ على سمعتي وبحافظ علشان حاجه معينه، اللي اتكلموا عني دول لا حضروها ولا شافوها ولا قالوا الحقيقه. طب انا لاني ست قويه ولاني عارفه اني ما غلطتش التجأت للقانون، ولان في ناس عطلوا ده وانا عرفتهم، اذا كانوا بيتفرجوا او هيعرفوا، عرفتهم مين هم. حاولوا يعطلوا المساله دي شويه، وكل شويه يكلموا حد يقولوا اصل احنا معلش، اصل احنا بنحاول نصالحهم معلش. انا فضلت سنه وشويه. لا الناس فاكره ان الفنانين بياخدوا حقوقهم في ثواني لا في نص ساعه. لا انا فضلت سنه وشويه ما بين النيابه والمحكمه علشان لحد ما اتحكم لي في قضيتي ضد الثلاثه اللي اغتالوني انسانيا. وجت واحده منهم قعدت تقول حرام عليكي وليه تعملي معايا كده، ده انا عندي بنت. قلت لها على فكره انا عندي بنت، ده انا هروح النيابه، ده انا الناس هتقول عليا. طب ما حضرتك قلتي خليكي الناس تقول عليا. يعني انت عندك بنت وانا ما عنديش بنت في سن الجامعه، انت اهلك هيتاثروا وانا ما اتاثرتش انسانيا. انا ما اتاثرتش، بس انا والدتي اتاثرت، بنتي اتضايقت، ودول عندي مضايقتهم دي يعني معلش انا اسفه ما يساويش فيهم مليون حد زي الناس اللي اتكلمت عليا دي. هو البعض بيحس ان الفنان مستباح يتكلم يقول رايه فيه على السوشيال ميديا زي ما هو عايز، يقول اي كلام ضده. احيانا بيحصل على الصفحات على فكره مش الفنان بس، يعني او شخصيه معروفه. كلنا دلوقتي بقينا كل الناس المعروفين بقوا مستباحين. بس في فرق ان انت تبقى شخصيه عامه، كاتب، صحفي، رجل سياسه، رجل دين، وزير، رئيس. في فرق انك شخصيه عامه وانك ملكيه عامه، لا احد يملك الاخر. ودي احنا عندنا فيها مشكله كبيره، لدرجه حتى هنا الابات والامهات فاكرين نفسهم مالكين اولادهم او مالكين، او الست فاكره انها مالكه جوزها والزوج ماسك. ما حدش يملك حد، ربنا سبحانه وتعالى هو يعني احنا عباد الله فقط. يعني انت مش ام مسيطره؟ لا انا ام ستريكت، يعني عندي حدود وقواعد صارمه، لكن مش مسيطره خالص. اصل يعني الام برج الاسد انا عارفاها كويس، انا صارمه جدا، طيبه جدا، حنينه جدا. انا حنينه جدا، بس في صارمه لا بس برضه مسيطره. لا انا مش مسيطره. يعني بتخلي جمانه تعمل كل اللي نفسها فيه، اللي يناسبنا ويناسب تربيتنا. يناسب تربيتنا، بس هي عندها فكر تاني وحاجه تاني ممكن تخرج بره سيطرتك شويه. الفرق بين السيطره وبين ان انا المهم انها مش خارجه بره القواعد العامه. انا وظيفتي كأم
وبقول وظيفتي هو عشان ده نفس تأييد لكلامي الاول. الامومه دي وظيفه يعني ربنا اداها لنا، على فكره دي حاجه كبيره جدا، هي غريزه قبل وظيفه، غريزه اساسيه، بس حاجه هنتحاسب عليها. احنا دي يعني زي الجوب كده، في الاخر خالص هنقف قدام ربنا، قمنا بيها ولا ما قمناش بيها، دخلنا الجنه ولا هتودينا النار. لان مش كل الناس الجنه تحت اقدام الامهات، مش كل الامهات. ف في رولز وفي دين وفي حاجات كتيره قوي، احنا في اطار عام لازم نمشي فيه. هنمشي فيه بأني طريقه دي حريتها. هتتعلم ايه؟ انا مرة ابدا لا يعني لو جمانة قالت لك هسافر اتعلم بره لوحدي، سافرت والله برافو عليكي. برافو على مين فيهم بقى؟ لا برافو عليها ان هي وافقت، لان يعني في امهات لا ما بيرضوش خالص. بس انت قلتيها سافرت كده وانت متضايقه. انا بتقطع من جوايا، انا بتقطع من جوايا، بس هو صعب، هي وصلت لسن الخوف القلق. يعني احنا بعد شهرين هيبقى عندها ما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظها 21 سنه ما شاء الله. فخلاص في وقت انا قراراتي مش ملزمه، انا قراراتي استشاريه، وانا هفضل في ظهرها لو حصل اي حاجه هتلاقي اللي بيسند. يعني انا مش سايباها، انا براقب من بعيد. لما تقول لي مامي هتلاقيني في ثانيه جنبها، انا مش سايباها، انا شايفه وبراقب من بعيد. في اخطاء حتى من وهي طفله مسموح انها تغلطها عشان تتعلم، وده اتعلمته. يعني الكوبايه دي سخنه، الكوبايه دي سخنه، راحت فاسيبها فتروح تتلسع، انا عارفه انها تتلسع مش هتتحرق حاجه. ده الفرق. فهو انا طول ما انا عايشه هفضل احاول ان انا اعمل ده، ربنا يقدرني ان انا احاول اعمل ده، انما افرض عليها حاجات زي هتتعلم ايه، هتتجوز مين، الحاجات الاساسيه بقى اللي هي هتعيش بيها مش من حقي. ايه سافرت تدرس ايه؟ علوم سياسيه. علوم سياسيه. هي مش كان في كده فكره للفن جت في مره؟ ايه اللي حصل؟ انا مسيطره. ده اللي انا بقوله، محدش صدقني. لا انا بتريق على كلامك ان هي مسيطره. لا بصي لا. انا قلت لها انت عندك، ودي حاجه الناس هتستغرب منها، قلت لها انت عندك كامل الحريه في اي حاجه. لو قلتي لي يعني عايزه اتعلم ايه انا معاكي تمام، الا ان تقولي لي عايزه ادخل ادرس في اكاديميه الفنون. شفت مش بقول لك مسيطره؟ لا مش مسيطره، انا قلت لها عندك كامل الحريه. كنت رافضه تدرس في اكاديميه الفنون سواء هنا او بره بس لو هي كانت اصرت انا كنت وافقت. طب انت حاسه ايه؟ حاسه ان انت مش عايزه بس تكون فرصتها بس في التمثيل؟ يعني انا قلت لها بما اني انا درست من وانا طفله صغيره باليه، كونسرفاتوار، فنون مسرحيه، وعملت جزء من دراسات العليا مسرح موسيقي. قلت لها فدي حياتك. الاحسن ان انت تدرسي حاجه بحيث ان لو جالك وقت مش عايزه تكملي ما تبقيش مجبره انك تكملي، يبقى عندك مكانك لو دي هوايتك. لكن هي لو اصرت كنت هسيبها. اللي انا فوجئت بيه ان انا ده كان رايي، قلت لها يعني اتمنى ان انت ما تطلبيش مني ده، فقالت لي لا انا مش هطلبه لان انا مش عايزه ادرس خالص فن، انا عايزه ادرس حاجه تانية. وفاجئتني بقى ان اروح ناحيه العلوم السياسيه. كنتش متوقعه انها تختار؟ لا كنت متوقعه مثلا تختار ايه، مثلا بزنس، فنون جميله، ديكور، يعني بس بره الاكاديميه برضه. اختارت مجال صعب يعني. هي اختارت الاول قانون دولي كمان، ده اصعب، وبعدين دخلنا ربنا يوفقها ان شاء الله. يعني اصل طالما هي في السن ده واختارت مجال زي ده يبقى هي بتفكر، هي عارفه هي عايزه ايه. اتمنى يا رب ان شاء الله ربنا يوفقها ان شاء الله. بص هو طول ما احنا عايشين احنا بنتعلم. لا وانا برضو امي، عشان انت بتقولي امي مسيطره بس انت جرحتيني. لا بصي هي جوانا لو معانا تحتهم دلوقتي يا لقاء. لا انا امي صارمه يعني. حتى لو مسيطره احيانا الاب والام في حتت معينه لازم يكونوا في حتت معينه لازم فرامل، لازم تبقى الفرامل، لان هم برضو يعني في حاجات هم فعلا ما يعرفوهاش. احنا وجدنا ان احنا نحاول نعرف بس ما نبقاش يعني ما اقدرش اقول لها مثلا تبقى عايزه تخش مثلا هندسه وانا اقول لها خشي طب، ابقى انا كده ست ظالمه. صحيح. سمعنا الجمله دي كتير من الشباب كانوا في نفس السن لما كبروا، قالوا يا ريت كان حد وقفنا وقتها. كان حد قال لا ما تاخدوش القرار ده وكان صمم عليه، لان في سن الاندفاع وسن الشباب الرؤيه ما بتكونش كامله وما بتكونش واضحه. هي علمتني بقى ده، لان انا مره من المرات طلبت مني حاجه وقلت لها حاضر، بما ان انا ده اختيارك اكيد مش تمام مش هترجعي في كلامك. لا عملت، رجعت عيطت ليه سبتيني اعمل كده؟ قلت لها ده اختيارك انت بس انا طفله. قلت انت طفله. فجيت بعد كده اللي هيختار حاجه هيتحملها للاخر مسؤوليتها طبعا. يعني انا دلوقتي عايزه مثلا اشتري دي ودي غاليه، فانا لو جبتها مش هعرف اجيب حاجه ثانيه، هتجيبيها ماليش علاقه، تتحملي للاخر. حاضر.
تيجي بقى عجباني مش عجباني ماليش فيه. مم. اللي يختار حاجه يتحمل نتيجه اختياره، لان ده اللي بيعلم الولاد. صحيح. ما ينفعش ان احنا طول الوقت لازم يصطدموا، ولازم والا هيطلعوا هشين لما يبقى قدام مشكله حقيقيه مش هيعرفوا يواجهوها. لازم تعرضيهم للتجربه نفسها علشان واحنا يبدأ برضو من بعيد من بعيد. بعيد طبعا. بس يعني مش لازم اعراضهم هما تقريبا اللي يغرقوا، اعراضهم تقريبا ما يروحوا في عادش. مصيبه. لا انا شايف من بعيد لحد اللحظه اللي هحس فيها انه خطر هظهر. صاحبتها قد ايه؟ يعني مدى العلاقه بينك وبينها في الصداقه والصحوبيه واصله لفين؟ لاخر مدى. انت صريحه معاه وهي صريحه معاكي؟ هي انا صريحه معاها جدا، هي مش صريحه معايا خالص. واضح ان قائد اتغيرت في شخصيتها في كل حاجه الا مع جمان. هي برج العقرب. العقرب قوي. لا ما برج العقرب غامض. انا لا مش لا لا، غامضة يعني أنا وقوية بقى- برضه. احنا رايحين وانا تعملي ايه بقى؟ ما تقولش. وهي عارفه هتعمل ايه. دي خناقاتي كلها بقى معاها، انه انا كتاب مفتوح قوي، وبالذات هنا بعتبرها صاحبتي، فانا كتاب مفتوح قوي بقى هبل يعني. وهي مفيش حكايات، صمت، هي مستقبله فقط. طب كتاب تفتكري مفتوح معاها حتى في مشاعرك، كل حتى حاجه. في احيانا لو انت ارتبطتي آه. حبيتي بتاخدي رايها بتتكلميها بصراحه. طب انت شايفه ده صح ولا لا؟ صح الى حد ما. يعني فكرة إن احنا أنا لازم لا فكره ان انا شايفه ماما بتتكلم معايا في عواطف، في حب، لازم في لازم على فكره ده مهم جدا. احنا بنتكلم مع بعض في كل حاجه. اذا هي ما كانتش شايفه امها صريحه معاها، عشان هي كمان تبقى صريحه معايا. مم. واذا هي مش شايفه، يعني انا لما يعني مع اني دائما احاول اني ما اعيطش قدامها، بس لما بيجي وقت ضعف واعيط بعيط، عشان تعرف انه احيانا البني ادم لازم يبقى عنده مواقف ضعف، ومش عشان انا قويه طول الوقت ما اعيطش. لا، بس ده ما أعيط. يعقدهاش، ما يعقدهاش من فكره الارتباط، ان انا هتجوز وانفصل، ان انا ممكن امر بتجربه تانية برضو. هي يعني بني ادم غيري. ما يعقدهاش. هي بني ادم غيري وانا معوداها على ده. هي شخصيه مختلفه عني، طباعها مختلفه عني، في حاجات بتحبها انا ما بحبهاش، في حاجات هي ممكن تبقى فاهماها انا مش فاهماها، وده مش عيب. جيلها وسنها بالظبط. يعني احيانا كتير بحس ان ده معرفه اكتر مني في حاجات كتير، وده يعني ربنا موفره لهم بالوسائل الكتيره اللي بقت حواليهم، ما كانتش عندنا زمان. فلا لازم تشوفني في كل مواقفي عشان تعرف انه الاولاد الام والاب بالنسبه لهم حاجه كبيره قوي، لكن في النهايه هم بني ادمين، ولازم تستوعب ان البني ادم بيمر عليه كل الظروف. لما بيبقى معيش فلوس بقول لها، حتى وهي اصغر من كده بكتير، ما عندناش فلوس، ما عندناش فلوس، معايا قد كده، لازم ننظمه احنا الاثنين سوا. مش هنقدر نجيب ده، مش عشان لا وخلاص، لا عشان انا معيش فلوس، ممكن يبقى معايا بكره بس مش معايا دلوقتي. ولما بيبقى معايا، لا انا معايا عايزه. يعني المصارحه للولاد دي على فكره ده مش خطأ، ده بيعلمهم. لما احنا نبقى بنوريهم احنا بنمر بازمات قد ايه وبنعديها ازاي وبنقع وبنقوم، هم هيتعودوا، هيتعلموا لما يتحطوا في الموقف ده. انا شفت ماما بتعمل كذا، انا لا ممكن كنت احلها بشكل احسن، او لا انا مش عارفه احلها، فممكن استعمل طريقه ماما او بابا في الحته دي. وفي حاجات انا هقول لها لا انا مش عارفاها، لا دي لازم تسالي فيها باباكي. ايه اللي اختلف في تربيتك انت الجمانه عن تربيه مامتك ليك؟ لا ماما كانت قويه جدا جدا. يعني ما كانش ليكوا اي حريه لا بالعكس، تعبير ولا لا في فرق. قويه في ايه بالظبط؟ ست قويه غير ست يعني انا بالعكس، ده انا عندي كان حريه كبيره جدا. قويه في قراراتها، في تعاملها مع لا كان عندي حريه كبيره قوي. ماما واثقه، كانت تثق فيا ثقه اوفر. تمام. وده يمكن مع ناس من الجيل ده يقولوا يا دي واثقه فيا بقى، لا ثقتها الزياده دي كانت مخلياني لا يمكن اكذب عليها. لا يمكن. ما تخونيش ثقتها اللي خالص طول الوقت. لا دي مدياني الثقه، لا انا ما اقدرش، لانه هي معوداني ان انا واثقه فيها، خلاص انا ما ينفعش اخون الثقه دي. لا علمتني القرايه، بس في حاجات معينه، لا في حاجات معينه انا مختلفه فيها مع جوجو. فكره ان انت اتربيتي لفتره طويله جدا مع الام فقط، اثر فيكي، خلاكي يعني الجانب اللي هو فيه انك تتسندي على راجل، على اب، انا عارفه ان بابا موجود. بصي اي بنت اثر فيكي بشكل طبعا كبير ده. اي بنت بتتربى من غير اب بيطلع من غير اب بجد. يعني ممكن يكون باباها ومامتها منفصلين لكن الاب موجود في حياتها. انت ما كانش موجود اصلا. انا كنت يعني انا شفته وانا عندي 27 سنه. يعني خلاص بقى بقيتي كبيره. بس كان في المرحله وانا صغيره في السن كان جوز مامتي موجود. تمام. وانا كنت بقول له يا بابا. حسيتي انه عوضك عن الجزء ده من الابوه في الفتره دي؟ طبعا. لكن برضو هو توفى برضو وانا صغيره، يعني مش وانا كبيره قوي. والفتره اللي انا عرفت بابايا فيها انا عندي 27 سنه،
لحد ما توفى 5 سنين ما لحقتش اشبع لحقتيش. منه برضه. آه. وهو طبعا في لبنان وانا هنا، فهو مش معايا طول الوقت. ما لمتيهوش ان هو كان بعيد عنك؟ لا انا أحيانا. سامحته جدا جدا، انا مسامحاه. ازاي؟ مسامحاه. يعني ازاي تقبلتي فكره ان هو موجود وعايش في الحياه ومش بيسأل عليكي؟ لانه مش بايده. ما كانش بايده. اه لان في حاجات يعني دواخل مش مش لازم، من حد يعرفها، بس انا مسامحاه جدا جدا من او ان هو عايش وبعد ما توفى. يعني انا سامحته جدا. طب هل ده خلى نظرتك للراجل اللي انت عايزه ترتبطي بيه مختلفه؟ عايزاه اكبر، انضج، عايزاه يحتويكي، ولا عادي؟ بصي عشان بس احنا هنلف وندور. لا 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 والله لا لا، مش اللي انت تقصديه خالص. لا البنت لما بتتربى من غير اب خالص مم. بيبقى ليها احتياجات مختلفه. عشان كده انا بزعل لما بلاقي ست وراجل اتطلقوا والراجل طلق بنته او ابنه مع الست. لان ربنا خلق ست وراجل، يبقى يبقى هو ده الصح. حتى لو انا دلوقتي منفصله طبعا بقالي كتير عن ابو بنتي، بس ابو بنتي لازم يشوفها ولازم يبقى عارف كل حاجه عنها، وطبعا وليه قراراته عليها كأب وحاجات كتيره جدا. حافظتي على العلاقه كده؟ طبعا جدا جدا يعني. وده لمصلحه البنت كمان. بالظبط. لانه انا عايزه بنتي تطلع سويه. فقدان العنصر الراجل بيخلي البنت بسهوله يبقى عندها فراغ عاطفي في الحته دي لما تكبر بالذات. بالظبط. فبسهوله ممكن تختار اختيارات غلط لانها عايزه وجود الراجل في حياتها. ممكن ما يبقاش الشخص اللي هي هو ده، هي محتاجه وجود راجل. فده بيفرق في الاختيارات. ممكن يبقى اختيارها اختيار خاطئ. ممكن تبقى معاييرها في الاختيار خاطئه. غير لما الست بتتربى مع، يعني لما بنت تتربى مع اب وام سويين، لان ممكن يبقى في بيت في اب مش منفصل لكن مش موجود. فكره ان الاب عدم وجوده خلاكي عاطفيه اكتر في تعاملك مع الجنس الاخر؟ يمكن. ما سالتيش نفسك؟ اكيد الانسان بيقعد بيسال مع نفسه. لا انا عاطفيه لان انا بني ادمه تكويني ده، يعني دي شخصيتي. يعني تحبي الحب. انا شخصيه رومانسيه وعقلانيه جدا وحنينه جدا. فده يعني انا ده الرومانسيه ينفع مع العقلانيه؟ طبعا. لا ساعات بحس ان الرومانسي قوي ده تحسي ان هو دماغه مش فيه، يعني تركيزه كله مع عواطف. لا ملهاش علاقه. لا ويمكن كمان السن والخبره بتفرق بعد كده. متهيألي التجارب والخبره بتفرق، لانه احنا عند ربنا مدينا عقل ومشاعر. المفروض ان مفيش حاجه تضغط على التاني بشكل كبير. مشاعرنا تتحرك بس عقلنا يبتدي يسيطر شويه. قولي بقى لنفسي بقى. بس انا لا والله، بس انا معجبه بيكي. قولي ايه؟ لا بس قولي نفس الكلام. قولي نفس الكلام. انا مروح ابتدي اشغل اللي انا عشان حد يقول لي. لا بس انا والله لا شايفه يعني ان انت في ناس تحسي انها لما بتكبر تبقى رزينه وعاقله وعارفه مميزاتها وعارفه عيوبها، وفي ناس تاني بتكبر اعوذ بالله، يعني عارفه تحسي ان هو لسه متوقف عند عمر ال 15 سنه. انا لسه متوقفه عند عمر 15 سنه. لا بالعكس، لا انت ست ناضجه وست لا لا بتتكلم في حاجه وانت بتتكلمي في حاجه لا انا بتكلم لا حتى في الحب وفي الاختيارات يعني برضه. لا طبعا كبرت بس انا لسه محتفظه بروح الطفله برضه في حاجات كتير. بصي روح الطفله انا بحس ان هي بتفضل مع البني ادم لغايه ما يعني ربنا يسترد في ناس بتفقدها. في ناس بتفقدها. يعني انا لسه لغايه دلوقتي بفرح جدا بالورد جدا اكتر من هدايا اغلى. ما بتحبيش الذهب، ما بتحبيش بحبه بس بفرح قوي بالورد برضه. الحاجات دي ايه؟ بقول لك الستات كلها بتحب الحاجات دي. بس بحب الورد قوي، يعني اقدر الورد جدا زيهم بالظبط. انه فاكرك او ان حد عايز. لا الرومانسيه بتاعت الورد لسه بتاثر فيا. يعني فكره الورد نفسه دي فكره بالنسبه لي لسه بفرح بيها قوي. يعني ورد وشوكولاته ولا ورد ما بحبش الشوكولاته. فعلا انت عكس الستات. هي بتحب الورد كفايه. مين اكتر حد حاسه ان هو فهمك قوي في الحياه عموما؟ يعني عندي كذا حد من اصحابي فاهميني جدا. جمانه فاهماني زياده عن اللازم. دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ مش دايما حلوه. مش دايما واضح ده مش حلو. بس عندي كتير من اصحابي عارفيني، اصحابي القريبين عارفيني كويس قوي. يعني اهلي عشان انا بحب اهلي جدا جدا. اهلي اللي هم خالاتي وولاد خالاتي وخلاني حافظيني كويس قوي وبحبهم قوي والحمد لله احنا عيله يعني ما عندناش المشاكل مترابطه. عيله حلوة. مين اكتر حد ممكن تستشيريه في عمل فني في حاجه، ولا انت بتاخدي رايك من نفسك انت بس؟
بص، جزء كبير دلوقتي بقى رأيي من نفسي. ماما طبعا، لانها لو عملت حاجه وحشه بتبقى ناقده لاذعه جدا، يعني فظيعه، يعني مضايقاني، يعني تقعد تضايقني بقى طول الوقت، ولبستي كذا وعملتي كذا وما عملتيش شعرك كذا، يعني بالتفاصيل بالديتيلز بقلق منها قوي. بس هي عشان عايزاكي في احسن صوره. بالظبط، وما بتفوتليش حاجه وما بتفوتليش لقاء، وده عملتيه امتى وده عملتيه ليه، هي وجيت اكيد هنا بتفرج. ربنا يستر، ورديتي هنا كده ليه، كان المفروض كذا. بس طبعا بس يعني ده حب جدا حب واهتمام. جدا. يعني ان ديتيلز انت محور حياتها. طبعا انت كل حاجه. ما هو ده ديتيلز بقى. انا بقى بخاف بقى ايه، انه في نقد بقى، فلازم اخد بالي. لازم اخد بالي. عندي صحاب طبعا، في حاجات كتير ببقى فعلا مش عارفه، بجد مش عارفه. فالحمد لله ربنا رزقني بصحاب كتير باخد رايهم. اصحابك جوه الوسط الفني ولا جوه الوسط؟ مين اكتر حد صحاب؟ كتير والله قوي، كتير قوي. يعني ساعات بحس ان انا اللي هو ازاي نسيت اقول. يعني انا مثلا استاذ رياض الخولي صاحبي قوي، بشرى صاحبتي جدا، استاذ محمد محمود، احمد صفوت، طارق صبري، نشوى مصطفى، كتير ما شاء الله. يعني كتير. يعني انا مش عايزه انسى حد. احمد دمرداش، لا في ناس كتير، لميا فهمي، عبد الحميد، جمال عبد الناصر، فاطمه الكاشف مراته. لا عندي ناس كتير قوي صحابي من الوسط، كتير قوي. يمكن انا ناسيه كمان من جيلي ومن بره جيلي ومن اجيال اكبر مني. استاذ نور كان المستشار الاوحد لما كان عايش ليا. كنت بستشيره بشكل مش طبيعي، يعني كنتش بعمل اي حاجه ولا في حياتي الشخصيه ولا في الفن لو محتاره الا لما اساله. حتى جوازي يعني انت دايما كنت بتقولي ان انت كنت حابه تعملي عمل استعراضي. حمزه العيلي كمان من اصحابي اللي بحبهم قوي. انت اجيال مختلفه على فكره. يعني وعندي اجيال اصغر كمان، ريم احمد، شيري عايد. يعني عندي كتير جدا من صغيرين وكبار اغلبهم وسط فني، وفي بره الوسط الفني. طبعا في بره كتير جدا جدا من حتت مختلفه بقى. اصحاب المدرسه والطفوله لسه محافظه على علاقتك مش معهم؟ كل اصحاب طبعا في كتير منهم محافظه على علاقتي معاهم، وبالذات بتوع معهد باليه مثلا. يعني عشان انا كان معظم طفولتي مع بتوع معهد باليه. كتير جدا منهم لسه علاقتي بيهم زي ما هي. واساتذتي طبعا اللي كانوا في معهد باليه، يعني عاطف عوض ربنا يديله الصحه، واللي توفوا كمان الله يرحمهم، كانت علاقتي بيهم كويسه جدا جدا. حاسه ان انت كممثله كان عندك لسه امكانيات وحاجات كتيره ما طلعتش؟ بتحبي الغناء والاستعراض وقدمتي اعمال. لا هي طلعت بس مش متنوره لسه قوي يعني. بالذات في الاستعراض والغناء. لا في الاستعراض والغنى ده على المسرح بيبان اكتر، لان احنا ما عندناش اعمال استعراضيه غنائيه على التلفزيون او في السينما، فده بحققه على المسرح في معظم المسرحيات اللي انا عملتها. الغنى رجعت تاني، دلوقتي عامله اغنيتين جداد، وفي كمان خبر حلو جايين. يعني انا الاول قلت هعمل اغنيه، فجاه جات لي اغنيه تانية، كلمات اغنيه تانية هديه. وبعدين فجاه من يومين بالصدفه برضو زي ما بتقول صدفه كده، كنت بتعشى في مكان فجه حد مهم جدا سمعني اغنيه واهداها لي. انت مش عايزه تقولي لنا عشان الموضوع ما يتحسدش ولا لما يتنفذ؟ لما يتنفذ. هو في اغنيتين اوريدي اتنفذوا. خايفه، حاسه ان انت بقيتي تخافي خلاص من الحسد، او انك تخافي تقولي على حاجه. هو المفروض استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لانه انا بتلسع جدا. يعني انا من شهر 6 كميه التكريمات والحاجات اللي حصلت لي في شهر 6 والله العظيم. انا من بعدها من 22/6 وانا يعني عارف اتخلطت. انا في الخلاط يوميا، يعني في الخلاط. ان امسك لساني بقى اتعلم. هتتعلمي ما تقلقيش، هتتعلمي. ده بعد ايه؟ في الحلقه دي، بعد الحلقه متربطه بعد الحلقه دي هتتعلمي. تخلص الحلقه دي هتتعلمي. لا ما هو اتعرض عليك تغني تتر مسلسل او ما فكرتيش في التجربه دي؟ التتر عملته يمكن مع استاذ وفيق وجدي في سيف اليقين. غنيت 13 اغنيه والتتر بس لا بعد كده لا، لان ما كررتش التجربه. انا كمان كسلت يعني. مش كسلت، ضاع مني وقت شويه حلوين في حياتي الشخصيه، مش ندمانه عليهم خالص. ودلوقتي هبتدي اعوض بقى يعني بما اني خلاص الواحد بقى عنده وقت فراغ كتير. انت خلاص طلعتي الرجاله بره حياتك. الرجاله ولا التمثيل؟ انا حاسه ان انت برضو هو يعني عندي فراغ كتير، ده معناه ان مفيش رجاله. لا بسألك. لا انا قصدي ان انا وقت كبير كنت بقضيه مع يعني مع اسرتي وكمان مع بنتي، انه كان في مدرسه بقى ولانش بوكس ومذاكره، وانا كنت بذاكر عربي ودين ودراسات وكده يعني.
فكان في وقت كتير مع جمان. مم. دلوقتي يبقى في عندك وقت فاضي مجبره. مجبرة. طب الاغاني اللي انت عايزه تختاريها، عايزه تختاري اغاني ان انت ينفع تعملي حفلات وافراح زي ما بنشوف فنانات لا دلوقتي؟ ما اعتقدش ان انا هوصل لمرحله الافراح. ممكن حفلات اللي هي مثلا حاجات يعني مش كبيره قوي. انا بتكلم عن دلوقتي، ما بعد بقى الله اعلم. لا يعني ممكن تغني اغاني مثلا زي روبي مثلا، ده على اخر واحده مثلت وغنت، يعني خلاص بقت تعمل حفلات وبتغني وبترقص وبتعمل كل حاجه. لا هي روبي جميله كروبي، اه يعني هي ومحبوبه روبي فيها. حلوه كده. اه انا اعتقد لو انا عملت كده الناس يعني ايه، الناس يعني مش هتفهمني. ليه؟ مش عارفه، يمكن انا بدي انطباع كلاسيكيه اكتر؟ انا مش كلاسيكيه خالص، يعني الناس بس فاهماني غلط. يعني انا زي ما انا بضحكوا كده، انا اساسا في العادي الطبيعي عندي شخصيه كرتونيه مهيئسه، مش طب ما تقدمي ده في اغنيه، طب ليه لا؟ عملت كده. انا الاغنيه اللي انا عاملاها اسمها انا كده، ودي شايفاها انها بتعبر جدا عني. اسمها انا كده، انا هفضل كده، دي طريقتي ومتعوده. اللي في مصلحتي خلاص هعمله طب ما تغنيها وانا طيب. متاكده. يعني غنيها خلينا احلى. نختم بيها الحلقة، ايه خلينا رأيك؟ نختم بيها. وفي اغنيه تانية اسمها نهايه ظلمه، دي دراما شويه. لا خلينا في بلاش فانا الدراما. كده اه الناس ممكن تخش تسمعها، هي موجوده على كل الابلكيشنز طب دلوقتي. خلينا نختم بيها، احنا بنختم الحلقة. نسمع جزء بس. ليه ما احنا قاعدين؟ ما حد عندكم حاجه في السهره؟ انا بقالي كتير قوي برغي. انا كده، انا هفضل كده، دي طريقتي ومتعوده. اللي في مصلحتي براحتي اوام اعمله وانا متاكده. انا كده، انا هفضل كده، لا بخاف ولا متردده. ان شاء الله يقولوا عليا جديده عنيده ومتمرده. حلو والله. والله انا كتر خيري، اطلعوا بقى من تفكيري، ويا ريت تشوفوا لكم غيري يملى فراغكم من الفضاء. حلوه. لا شبهي اغنيه ايوه شبهي. والله، وبتحسي انك بتوجهي رساله كده. يعني كفايه بقى، بعدوا خلاص عني شويه. الرسالة راحت. وصلت. لقاء استمتعنا جدا في الحلقة معاكي. احنا ميرسي اتكلمنا جداً. يعني كلام عام اكتر منه كلام الفن دردشة. كل التوفيق ليكي في اعمالك ميرسي اللي جايه، جداً. سواء كمذيعه او في الأعمال ومطربه الدرامية. كمان بقى. ومطربه كمان. والله ميرسي جدا جدا ليكوا، وانا مبسوطه انه اول حلقه لرجوع البرنامج كانت معايا، ومبسوطه بوجودي بماسبيرو فوق ما حد يتخيل. يعني مبسوطه ان انا موجوده تاني في التلفزيون المصري العظيم اللي بدات منه وتربيت فيه، وتربيت على ايدين الاساتذه بتوعه. وان شاء الله باذن الله يعني قنوات النيل المتخصصه والتلفزيون عموما يرجع زي الاول واحسن. يا إن شاء رب الله. باذن الله بيكوا اكيد. نورتينا يا لقاء. ميرسي جدا. كل مشاهدينا ارجو ان انتم تكونوا استمتعتم بحلقتنا النهارده. بكره باذن الله حلقه جديده في مساء الفن. السلام عليكم.